أنا ما أحبش أبدا في قداس 40 مثلا أشوف حد لابس أسود. دي عادات، آسف يعني أقول، سيئة. عادات مش روحانية، عادات مش كنسية. لا شفنا الست العذراء لابسة أسود، ولا شفنا المجدلية لابسة أسود، ولا شفنا حد من القديسين لابس أسود. إحنا طلعنا في موضة مش عارف طالعة من مين أو الأوساط الاجتماعية، لكن ما هوش وسط اجتماعي مسيحي أرثوذكسي حقيقي. إحنا نفرح، مش بقول كده نفرح مع الفرحين، هي فرحت ولبست اللبس الأبيض، الثوب الأبيض فوق. والقديسين بيلبسوا كده مجرد ما يطلعوا السما، مفيش لبس أسود ومفيش مزخرف وملون وكلام الفاضي ده كله. اللبس الأبيض علامة النقاوة والطهارة، ده لبسهم فوق. اللي يلبس أسود ده أنا آسف يعني يراجع حساباته ويشوف هذا اللبس هو فعلا لبس روحاني ولا مش روحاني. وجمالات بنجمل بعضنا بس بطريقة غير روحانية وغير كنسية. ربنا يباركنا بصلواتها. ومش هقول بتمنى نياحة ليها، فعلا أنا واثق إنها تناحت في أحضان القديسين، لكن نطلب تعزية السماء للباشمهندس لطفي وولادها ولكل الأحباء. ربنا يفرح قلوبهم ويفرح قلوبنا جميعا، ويدينا إن احنا ننظر باستمرار إلى فوق، ندور على الأبدية بتاعتنا، حياتنا اللي هي نعيشها مع رب المجد يسوع. وكل ما نكون أمناء أكثر، وكل ما نجاهد أكثر، وكل ما نحتمل تعب وألم على الأرض أكثر، كل ما نكون أقرب ليه في السماء. وكل ما نقدر نشوف رب المجد باستمرار في السماء، نتمتع بمجده ونتمتع بالسماء. ربنا يبارك حياتكم ويديكم الصحة ووفر الفرح والسلام الحقيقي السمائي، له المجد الدائم إلى الأبد. كنية في الأم اسمين